احنا بنقول ان جنابه قصار وده غلط، لازم نقول ان ده غلط عشان محدش يجي يفكر ان ده حلو. ده ما ده مش حلو. لا لا لا، وبعدين فانت الصوت كان صعب بصراحة، الأغنية صعب. والله حتى لو حلو انا ما بتفرجش على احمد سعد. فكره ان واحد يمسك حاجه واحده من ادوات المعلق ويلزق فيها ويقول هي دي، احنا الغايه عندنا والهدف ايه؟ مش النقد الفرضي، لا احنا بننقد نقد بناء. خد بالك بقى في ساعات بيحصل كومبو متعه اللي هو زي ايه؟ لعيب حريف قوي بيلعب كوره زي شيكابالا، ولاعيب جامد قوي زي محمد عبد المنعم بيقطع. فانت هنا المفروض تقول ايه؟ الفكره حلوه بس القطع احلى. بالظبط، انت عايز يعيشك الموضوع ويوصلك ان هي حلوه. بس ما فيش كورة. الشوالي وفارس عوض وكل من على هذا المنوال في الوقت الحديث لا يشك في كده. الحته التانيه بقى بس حته ده مش كافي، لا يعني ده في صوت حلو بقى. هي اساسيه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. هنعلق عليه النهارده. احنا على التعليق. على التعليق. فاحنا التعليق في مصر مؤخرا شاهد يعني ما بقاش زي زمان. احنا برضو دايما كان عندنا عمالقة واساطير في التعليق. الدنيا شحت لو خالص. تاخد بالك مؤخرا اي حد هتساله في الكوره او حتى الشباب اللي بيقلدوا هتلاقيهم بيقلدوا مين؟ كله بقى خليج بقى وبين سبورت بقى، صح، عصام أوكو الشوالي، خليفه، فايز حسام الدراجي. الشوالي، الكعبي، حفيظ دراجي، عندك خليل البلوشي، فارس عوض. بالظبط. صح. مين بيقلد مصر؟ مفيش خلاص. صح ليه؟ هو ده السيد، وهو ده اللي عاجب الناس. هو ده الله ينور حلو جدا، عليك، الله ينور عليك. بس ما بقاش في شخصيه. هم اخواتنا احنا بنحبهم ده يعني. بس احنا بنحبهم، بنحب نسمعهم، أيوة. نهرب نسمعهم اساسا. ايوه بس هو فين التعليق بتاعنا بقى؟ بس ايوه بس انا عندي تاريخ حزين عليه، زعلان عليه. انت اساطير التعليق في الوطن العربي في العالم العربي كلهم من مصر، اولهم كابتن لطيف. محمد لطيف. صح. هي يعني لو قلنا لو يعني هنأرخ فنقول اول حاجه خالص كابتن محمود بدر الدين هو اللي علق، بس ده كان اذاعي. بالظبط صح. اه. بالظبط اه، ما ده كان في تعليق اذاعي، وبعد كده كابتن محمد لطيف بقى نقل الموضوع للشاشه. وكان حلاوته ان هو كل اللي هيتفرج هيستمتع. على فكره سمعت كمان ان كابتن عصام الشوالي كان بيجيب سيرته. كابتن محمد لطيف بيتكلم دايما استاذنا يعني هم حتى اللي احنا بنحبهم دلوقتي هم دول اساتذتهم. ايوه الله ينور عليك. فانت عندك كمان كان كابتن علي زيور زمان. لو انت مش عارف صوته قوي، او لو الناس مش عارفه صوته ومش عارفه تميزه، هو كان بيطلع في الافلام. كان هو المعلق اللي في الافلام بتاعت اكرامي وعادل امام والناس دي. كان ده صوت الكابتن علي زيور. من كتر ما هم براند كخامه صوتيه او كاداء صوتي، كانوا هم الاثنين هو وكابتن لطيف بيطلعوا في الافلام عشان ليهم جمهور. فاحنا عندنا بعد ده، بعد ما بقى كان عندنا اساطير بعد منهم طبعا جه الكابتن ميمي شربيني. كابتن ميمي الشربيني من الناس اللي مهدور حقها. كابتن ميمي الشربيني ده رمز التعليق. ده رمز التعليق، واصله وفرعه ونوره وسلطاته. بابا غنوج. ده الراجل ده ما خدش حقه بجد. ولا وكمان هو كان من المطورين، مش مجرد ان هو جه ماشي على نهج اللي قبله بس، لان اللي قبله مش قليلين. كان تقريبا اول معلق يمكن معاه في نفس الوقت كان كابتن حمد امام، اول معلق بقى لعيب كوره سابق. ايوه هو اللي اضاف بقى الحته بتاعت الايه، ان انا بجيب بقى تاريخ اللعيبه. ايوه. وبتكلم بقى عن اللعيب ده مشواره كان ازاي، واللعيب الفلاني واجيال اللي سابقه والكلام ده. أيوة. كان دي اللي بدات الحته دي بدات تدخل بقى. انا واحنا بنذاكر وانا بذاكر الحلقه يعني كنت بدور يعني واشوف لقاءات ليه، فلقيته هو بيتكلم في الجزئيه دي. هو قال انا كنت اي ماتش بيتقال لي عليه بقول لهم لازم تقولوا لي قبل منه ب3 ايام. فالمذيعه بتقول له ليه؟ لا عشان انا عندي ارشيف لكل الانديه ولكل اللاعبين، فانا لازم ايه؟ لازم يعني يعني اذاكر كويس واجيب الارشيف اللي انا بطلع بقى الاهلي والزمالك واللاعبين السابقين. انا مش عارف مين اللي هيلعب بس انا كده كده عندي تاريخ ايه، بجيب التاريخ كله. زي النظام بتاع زمان ده بقى ده كله مانيوال بقى. الراجل كان جايب محضر وعارف كل حاجه. دلوقتي على فكره كل حاجه باحصائيات تلاقي المعلق بيقول لك اللعيب ده لعب كام دقيقه او جاب كام جون، وطبعا كل ده يعني هو مستلمه قبل الماتش وبيقراه. يعني الموضوع اسهل
بس الموهبه مفيش. لا وكمان هو انت دلوقتي انت حتى لو مش محضر انت اونلاين تقدر انت قاعد على اللابتوب ولا على الموبايل وتجيب الداتا يعني. يعني هو زي كابتن هو محمود هو بكر. يعني ما كانش عندهم ده. زي كابتن محمود بكر ممكن تلجأ للبرجاوي على طول هيجي لك كل حاجه. كابتن بكر طبعا برضو من الاساطير الله يرحمه، من الناس اللي عارف انت. هو محتوى الدوري للاسف كان في مرحلته يعني مبالغ، كان بدأ يقل قوي بالذات في اللي احنا حضرناه في الالفينات يعني. كان بدأ مستوى جودة اللعيبة تقل خلاص بقى، بدأ الاساطير بيبطلوا تريكا وجيله من العظماء. فانت بدأت بقى ايه يعني الماتش ما يلزش. هو كان بيمتعك هو كان بيخلق لك متعة من نوع اخر. هو كان كل معلق في الفتره دي له مدرسه. اه يعني كابتن محمود بكر ده مدرسه الروقان معروف. بس خلي بالك لو سمعته في بدايات التعليق يعني في ماتشات بقى التسعينات وفي اول الالفينات والكلام ده، لا كان بيركز في الكوره. ولما بيشطح او بيطلع بره الموضوع بيتكلم برضو عن لعيبه بقى اللي بتاعه الاولمبي والاتحاد السكندري يعرفهم لك واحد واحد. ايوه لان هو معلش برضه هو تاريخ وكان لعيب جامد قوي. ده واخد هو دوري، كان لعيب جامد كابتن قوي محمود يعني. اللي واخد دوري. هو من اللي عملوا تاريخ بالنسبه في نادي مش برضه مش الأولمبي. كبير قوي يعني، مع احترامي ليه مش اهلي ومش زمالك يعني اللي هو ايه بالنسبه له الدوري ده مش حاجه معتاده بياخدها، دي حاجه حصلت كل قرن مره. فهو عملها وهو كان من الجيل الذهبي ده وكان لعيب تقيل قوي. فهو ده بقى اللي ايه اللي انا عايز اتكلم معاك فيه. اللي هو ايه هي السمات اللي كانت عند الاساطير دي ومش موجوده حاليا يعني من وجهه نظرك يعني. هقول لك يا سيدي، هو حته التعليق الرياضي اللي احنا المفروض يعني نركز فيها. اولا التعليق ده كاريزما وصوت. يعني ما ينفعش هقول ان انا وانت بكره هنقوم نعلق على ماتش او يلا بينا نعلق على ماتش فاحنا بقى معلقين جامدين. احنا مش قاعدين نهزر عليهم عشان احنا عايزين نبقى معلقين او شايفين ان اي حد ممكن يعلق. لا مش اي حد، بالعكس دي واحنا دي ملكه بنعلق بصراحه. احنا بنعلق عشان احنا بنحب يعني احنا بنحب المنتج المصري. عندنا برضو حته غصب عننا غير البلدنا والحاجاتنا اللي هو وحاجه احنا كنا اساطيرها بابا الشغلانه يعني كنا فيها. يعني مره واحده يصعب عليك انك مره واحده تبقى بلا ذكر لدرجه ان القناه الرسميه بتاعتك الكبيره بتجيب معلقين من بره عشان انت عندك مشكله. ولما بتطلع معلقين جداد بتلاقيهم بيقلدوا اصوات مش ما فيش شخصيته هو فين. فكره الشبيه بنخلص من الشبيه في الشكل بقينا دلوقتي الشبيه في الصوت اللي هو ايه ده مسخ. فاحنا ده مسخ مش حاجه كويسه. النقد ده مش عشان نقول ان اي حد ممكن يعلق، بالعكس احنا عايزين نقول ان مش اي حد هيقدر يعلق. لا احنا المعلق ده صوت مميز. شوف اي اسم من اللي احنا جبنا سيرتهم دول اللي هو رنة صوت من وانت مش بتتفرج تسمع. يعني انت كابتن لطيف لو انت مش قدام التلفزيون وسمعت هتميز صوت. كابتن مدحت شلبي بالظبط. كابتن ميمي الشربيني. مش في معلقين ميزتهم الاساسيه الرئيسيه اللي هي فعلا بتشد قوي وتسمع صوته بس كفايه خلاص. الشوالي وفارس عوض وكل من على هذا المنوال في الوقت الحديث. وهي الفكره في كده. حته تانية بقى حته ده مش كافي. لا يعني ما تقوليش صوت حلو بس هي اساسيه. طبعا. يعني انا ما ينفعش اجيب معلق صوته عادي، ما ينفعش اجيب معلق صوته عادي زي كده. انا ما ينفعش اعلق ماتشات. يعني انا اخري في البودكاست هنا كده الناس تنام معايا تمام، لكن تروح في الماتش انا اجيبهم ما ينفعش. معلق ما ينفعش ينام الناس في الماتش. فلا ده الصوت ده حاجه اساسيه. بس خد بالك دي مدرسه يعني في انجلترا وفي اوروبا في مدرسه تعليق كده اللي هي ايه اللي هو ما بيعملش حاجه غير ايه بس ما تمشيش عندنا. بيلينغهام. ايوه والله العظيم ويبلع ريقه ويكمل. ايوه رودري لا يا حمام تقربناش. في معلقين هنا يعني طالعين جداد في حته الصوت الهادي ده اللي ما بيعلاش اساسا مع المونوتون مش صح ولا عالي ولا واطي. ما ينفعش يبقى على نغمه واحده صوت عاليه او نغمه واحده واطيه. انت بتعيشني الماتش. اه انت في جزء هتتكلم فيه وهتتكلم براحتك وفي جزء هتعلى لازم هتعلى مع الماتش. فانت معيشني الماتش. هو انت معلق ليه؟ صح انت معلق ليه؟ فالصوت ده جزء مهم. الجزء الثاني حته ان انا خلاص انا مش واحد برضو داخل ماليش علاقه بالكوره او مش فاهم كوره وهفتي بقى وهقول اي كلام. لا انا فاهم كوره دي مصيبه. انا لما بتفرج على ماتش مثلا ولاقي الكوره اللعيب اللي لعبها فكرته حلوه قوي. انا كلاعب كوره سابق يعني وانت معتزك ما وصلتنيش تمام. لا خد بالك بقى في ساعات بيحصل كومبو متعه اللي هو زي ايه لاعب حريف قوي بيلعب كوره زي شيكابالا ولاعب جامد قوي زي محمد عبد المنعم بيقطع. فانت هنا المفروض تقول ايه الفكره حلوه بس القطع احلى. بالظبط. انت عايز يعيشك الموضوع ويوصلك فاهمني؟ ليه حلوه. انا مثلا ما بفهمش كوره مثلا او هيديك دبل المتعه بقى. يعني انا
اتفرجت الموضوع عجبني، بس انا وانا بعيدها لك هتبقى حلوه. خلينا اتفرج. انت عارف زي فكره عز وعماره وعبد الله وعمر عبد الله في التحليل، فكره زي اوريك اللي هو انت ما شفتوش. بيمتعك ويفرجك على حاجات انت مش شايفها. فانا المعلق ده دوره انه يمتعني بالتفاصيل اللي انا كمشاهد عادي بحكم ان انا مش متخصص في الكوره، مش لاعب كوره ثابت، اني مش فاهمها. فلما يتلعب الباص حلو لازم ده انا بكلمك في باص، ناهيك بقى عن بقى يعني في حاجات لعب بقى وجمل تكتيكيه في الملعب وتحرك ما بيتقالش. احنا زمان كان عندك كنت بقعد لما بتقعد تتفرج مثلا على كابتن ميمي، كابتن حماده، امام او كابتن بكر، كنت ليه يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك المدرب دلوقتي بيلعب بخطه كذا، دلوقتي هو في تغيير حصلت في الملعب، في تغيير حصل، اللاعب اللي نزل ده تغييرتين في تغييره حصل كذا كذا كذا، واتوقع انه هيغير ويعمل كذا. وده نفس الحته بتاعت عصام الشوالي وحفيظ الدراجي برضه بحته انا يعني معايشك الحته دي، وممكن يحصل كذا في الماتش، بتوقع الجول ده وقد ممكن الراجل متوقع وبتطلع معاه لان هو عايش الماتش معاك على فكره. الله ينور عليك. هو مش بيهبط، مش جاي بنجم انا ولا. احنا دلوقتي في حته ايه؟ ان انا دلوقتي قلنا اول حاجه عندك 5 صوت مميزه ورنه صوت يعني بالبلدي اللي هي اسمعها ابقى عارف ان انت تمام. تاني حاجه برضو من الحاجات المهمه جدا اللي ما ينفعش نغفلها، مخارج الحروف لازم تبقى سليمه. ده هو ما بكلمك عشان كده بقول لك اساسيات اللي هو ما ينفعش نعديها. ما ينفع. لا انا اسف والله، انا بحترمك كشخص، لكن انا اسف ما ينفعش معلق في قناه كبيره في مصر والقاف بيقولها كاف والكاف قاف. ما ينفعش، ده شيء مستفز يعني سمعيا. ما ينفعش نطق غلط للاسماء. يعني كابتن شوبير بيحكي ان هو لما كان مع كابتن ميمي الشربيني ورايحين يعلقوا على كاس عالم، فبقول الكابتن ميمي الشربيني اول ما وصلنا فانا عايز اريح، قال له لا يلا بينا على المركز الاعلامي. وراح ايه كل بلد هو عارف انه هيعلق لها، عمل ايه؟ يقعد مع صحفي منها. انا عايز اعرف عندكم بتقولوها ازاي. الله ينور عليك. وجايب معاه ووكمان بقى حاجه زيها وقتها، الوكمان بيسجل عشان النطق الصح يسمعه ويتعلمه. طب انت شايف ده؟ شايف الاجتهاد؟ شايف الجزئيه دي هي اللي عملت الاستسهال ده؟ يعني هو كان الراجل اللي انت كنت قلت كابتن ميمي الشربيني بيحضر وبيجيب ارشيف وزي ما بتقول بيروح المركز الاعلامي فبيحضر هيعمل ايه دلوقتي بقى بتجيلي كل حاجه، مع انها المفروض تسهل مهمتي يعني تخليني اركز في اللي انا اقول. حجه عليك مش ليك، عارف انت دي حجه عليك مش ليك، اللي هو بالعكس ده انت بقى عندك مساحه اسهل واكبر للابداع. فانت لازم مخارج الحروف عندك تكون سليمه. تمام، لان انت راس مال المذيع الاذاعه عامه، مش التقديم. نفس التقديم ممكن ايه لو عندك حرف ولا حرفين واعين، الصوت واللغه، التفاعل البصري يعدي. الصوت واللغه طبعا صح. انت في الاذاعه ما عندكش غير ايه؟ انا كل اللي انا سامعه وشيء وعارفه عنك هي صوتك، فما ينفعش الحاجه الوحيده تبقى ايه فيها مشكله. والصوت ده مش من نبره الصوت بس، الصوت يعني انت هتوصل لي بصوتك اللي بيحصل، انت بتعلم انت تنغيم. بالظبط. التنغيم زي ما في تنغيم في الغنى والاناشيد وكده، تنغيم في الاداء الصوتي، في التعليق الصوتي. لا انت التعليق بتاع الراديو ده اصعب بكتير. انت معيشني بقى الماتش بيحصل فيه ايه. انت زي بتمثل بس بصوتك. يعني مثلا تخيل الكرة اتقطعت بس بعد شويه احنا نفسنا جبنا جول، انت مش موصل لي بقى انا اللي اتقطعت دي ما راحتش هجمه عليا، لا انت لازم توصل لي. ده حقيقي. وفكره برضه فاحنا ايه عشان نبقى برضه في حته قلنا لازم يبقى عنده اول حاجه صوت ولغه. صوت. تاني حاجه عنده مخارج حروف سليمه، ده مهم جدا. ثالث حاجه زي ما انت قلت لغه، حصيله لغويه. انت لما يبقى عندك حصيله لغويه تشيلك، ولازم يبقى عندك مرونه كمان. يعني ما ينفعش يبقى ايه هو انا حافظ بس لو حاجه جات لي من بره المنهج على الهواء، لا ما فيش خالص، بتقلل بقى. صح. يا اما هسكت يا اما ايه هعمل نفسي مش شايف. يعني في مذيعين بيعملوا كده، معلقين بيعملوا كده، يعمل نفسه مش شايف، اللي هو انا بتفرج ومستفزني اللي بيحصل، فانا محتاجك انت تقول لي. يعني حضرتك المفروض معاك اعداد ومعاك فريق عمل، المفروض بسرعه يقول لك ايه بيحصل كذا اعمل كذا، او يسيب الماتش يقعد يقول لك معلومات بقى. يا نهار ابيض. اللي هو انا حافظ مش انا واخد شويه حاجات هقولها بقى، لازم هقولها، مش مهم يا جماعه. هي الرصه دي هقصها، مش مهم. انا مش هزعل لو انا ما عرفتش معلومات عن تاريخ اللعيبه النهارده، مش مشكله بقى انا هسمعها في ماتش تاني، بس الاحداث دي ما تضيعهاش. لا وليها وقتها. يعني في اوقات كتير تبقى مثلا رتم الماتش نايم اصلا في
عندنا احنا كعرب يعني كرة عربية الله اكبر، الوقت النايم اكتر من القايم. يعني الصاحي عندنا قليل. فالمفروض الحبة دول هم ليه ده اللي بيفرق المعلق عن التاني، انه بيعرف في الوقت ده يقلل. تعرف المشكله كمان احنا ما عندناش الحضور الجماهيري طبعا، لان في فتره ما كانش فيه جمهور، وبعد كده أيوة. بيدخلوا بعدد قليل، تدريج. فانت مش سامع صوت الجمهور، انت أيوة. سامع صوت المعلق بس. بس يعني انت بقيت كل حاجه دلوقتي. انت هو مان كرو دلوقتي. اللي هو فانت المفروض الموضوع اصعب عليك، فانت محتاج بقى حد تقيل. الشوالي بيعمل حاجه جامده قوي، ماتش بيبقى نايم هو بيعمل من الفسيخ شربات. يعني الشوالي ده بيعمل من الفسيخ شربات. والفكره في إيه؟ انت برضو كمذيع او معلق لازم تبقى حكاء، عندك فكره قصص وسرد وحكايه. ليه ماتش ميت الشوالي بتلاقيه مدخل لك قصه وحكايه، وبيعرف ازاي يحطها في المكان المناسب. انت ما هو هو انت مش مسخن بتقوله الماتش خلاص. النايم اصلا. ومش بيقولوا خلاص، لان انت لو بتقول بتحكوا خلاص وبتقول معلومات خلاص، هو بالنسبه لك كمشاهد ستيل انا مش فاهم حاجه. ايه علاقه ده باللي انا شايفه؟ لا بقى بتحصل، اللي جاب القلعه جنب بتحصل البحر؟ مالهاش لازمه، وبتقعد مش عارف بتقول ايه، يعني مش عارف بيقول ايه. اللي جاب القلعه جنب البحر. لو هنقول اسماء كنا الناس لا فهمت اكتر، بس لا احنا الغايه عندنا والهدف ايه؟ مش النقد مجرد النقد، لا احنا بننقد نقد بناء. اللي هو اقول لحضرتك احنا عندنا مشكله خد بالك منها، وبحاول اتناقش معاك في فكره ايه المواصفات اللي المفروض نلاقيها او اللي كانت موجوده عندنا. لان احنا عندنا تاريخ مسؤولين عليه، احنا عندنا مرجع نرجع له. احنا مش بنخترع العجله على رأي ابراهيم فايق، احنا مش بنخترع العجله، احنا اوريدي عندنا ناس اساطير، احنا محتاجين بس عارف انت ايه، يعتبروا مؤسسين نجيب التعليق. الكتالوج. كتالوج الشغلانه. الناس طب دي انت شايف الكتالوج. شايف خفه الدم جزء من طبعا اساسيات التعليق؟ لازم يبقى عندك ده، لازم تبقى. ما انت كل اللي احنا قلنا اساميهم من كباتننا الكبار كلهم عندهم نفس الفكره. هل صدفه يعني؟ هل هي جزء صدفه مثلا ان المعلقين دول كان اصلا دمهم خفيف فكان بيطلعوا بكم افيه فعاش معاهم والناس افتكرتهم بيه، ولا هي اصلا حاجه من اساسيات المعلق؟ يعني لازم المعلق يبقى دمه خفيف؟ انت سالتني سؤال بتقول لي هل لازم المعلق يكون دمه خفيف ولا لا، صح كده؟ نقول تاني، المعلق لازم يكون عنده خفه الظل دي. ده من برضه من الملكات اللي لازم تبقى عنده. عارف انت مش في الاخراج يقول لك ادوات المخرج، ادوات المعلق احد ادواته ان هو لازم يكون ايه صاحب خفه ظل وصاحب بديهه، سرعه بديهه. زي ما كابتن محمود بكر كده لو تفتكر المشهد الشهير بتاع الفاول بتاع خالد قمر مصطفى، لما قال لك مصطفى قمر وده خالد قمر، بس ده فهو بس هو مش حافظ اللحن، ولما شاط الكرة في السماء قال لك بس هو نشز عشان مش سرعه البديهه. انه ايه عارف ايه، هو ما رماش الافيه وعطل، لا هو عارف يسترسل وايه كمل ده عشان هو عنده اصلا الملكه دي. وبرضه في ناس بتبقى ذكيه، انا ممكن تبقى الحاجه انا مش قوي فيها بس حضر لها كويس، فلما اجي اعزني على الهواء بقى عندي ايه مخزون يشني. الحته دي مطلعه المعلقين بقى عاملين تصنع في حته يعني ان انا ارمي افيهات بقى. انا شايف ان الافيهات جايبه نتيجه، فانا بقيت استخدم الافيهات. لا احنا انا بحضر افيهات. لا استنى، انت هنا قصدك الترند، ده انت هنا كلمنا على الترند بقى، ده احنا بقينا عبده ترند الا من رحم الله. يعني خفه الدم هي مطلوبه في المعلق، ولا هي يعني بس انا حاضر ذهنيا، عندي سرعه بديهه في ان انا اعلق على الموضوع؟ لان انا بقول لك في معلقين طالعين لا انا حافظ افيهين 3 هرميهم في كل ماتش عافيه يعني وفي اي حته يجيبوا ما يجيبوش هقولهم تاني. وانا جاي مصمم. صح. فده من الاساسيات اللي لازم تبقى عند المعلق. تمام. انت برضو كمان لازم المعلق يكون بيفهم في الكوره وفي قوانين الكوره. ما ينفعش المعلق يبقى جاهل بقوانين الكوره، دي مصيبه. ما ينفعش، ده لازم يبقى فاهم قوانين الكوره وفاهم كوره. يعني عظمه كابتن ميمي كابتن محمود بكر، خد بالك الاثنين لعيبه كوره صح. كابتن حماده امام لعيب كوره، فكان بيدي لك التفاصيل. عارف انت انا كمشاهد ببقى عايز اشوف المباراه من وجهه نظر لاعب الكوره، من وجهه نظر مدرب الفريق، مش عايز اشوفها من ايه وجهه نظر تانية. فاهم؟ ما يلزمنيش حد تاني غير دول. فانت بقى المعلق الشاطر برضو كابتن مدحت شلبي دلوقتي يقول لك بص هو عملها بوش رجله بس كان محتاج يميل وش رجله شويه، او كان محتاج يفتح بطن رجله شويه وهو بيعمل الايه الارتو صح. يقول لك كان محتاج يوطي وهو بيعزم وبيشوف وش رجله. انت عارف مدحت شلبي من الناس اللي هي برضو ايه، هو ماتش 6-1 ده يعني نقله كبيره. هو كان داخل الماتش كده مش متعمد يعمل الكلام ده. بس هي الافيهات الماتش عشان غريب جدا
في هذا الماتش ده نقلته نقله تانية طبعا. خليته هو بقى يعني ايه، قرر ان هو يبقى انا عندي افيهات، انا كل ماتش هيبقى ليا. اتحط في حته ان هو انا معلق كوميدي او ان انا معلق برمي افيهات. بس على فكره هو لو ركزت معاه في الماتشات، سيبك من الكلام الغريب اللي بيطلع منه ساعات وتعليقات وبنتحفظ عليه. وحتى لو ماتش اجنبي يعني ولا ماتش الفرق اوروبيه ومالهاش علاقه بينا يعني برضه بيرمي الافيهات العجيبه. صح. بس الكورنر يعني الحته اللي هو محطوط فيها دي مظلوم فيها على فكره. ايوه بفتكر انا لسه بقول لك ايه، انا بقول لك ايه عنه. قلت لك هو من الناس اللي انا فعلا بلاقيه بيتكلم في تفاصيل التكنيك بتاع اللاعب ومركز في الماتش. في ماتش النهائي الكاس ما بين الاهلي والزمالك اللي كان فيه لغط كبير قوي على الكره بتاعت امام عاشور. هات الاعاده هتلاقي مدحت شلبي اول واحد قال لك رجل عبد الله السعيد هي اللي وقصها. انا بتفرج على تعليقه، هي اللي منعت التسلل. انا فجاه ما كنتش شايفها، انا واحد قاعد بتفرج ما كنتش المباراه مش شايفها. ما هو عشان ما انا معلق مركز، مع ان الكابتن حسن مستكاوي كان يعني مشتته تماما. بس كابتننا واستاذنا احنا بنحبه جدا يعني بنسمع نظره استاذ حسن، احنا بنظر ان حبيبنا والله ومن اساتذتنا اساسا. انا بقول كده لان الحته انت معاك يعني معايا في حته ان معلق وقاعد جنبه ناقد رياضي او في نفس الوقت في نفس الماتش بيتكلموا مع بعض. الموضوع ده طلع عليه كوميكس كتير قوي يعني. بصراحه مش بحسه، انا بحس ان بياخد من المعلق كتير يعني مش بحسه. ممكن عارف لغايه دلوقتي ما عرفناش نعمله صح، ممكن حاجه تبقى حلوه بس احنا مش عارفين نعملها، فاهم يعني نظبطها صح. اتعملت زمان في كاس العالم مره كده ما كنا بناخد بعض ماتشات كاس العالم النزاعات اتعملت بس مش حاسسها ناجحه. ما بقول لك احنا لسه لغايه دلوقتي ما عملناش صح. فتمام. فانت دلوقتي الفكر برضه خد بالك، انت نبهتني حاجه مهمه جدا، فكره ان واحد يمسك حاجه واحده من ادوات المعلق ويلزق فيها ويقول هي دي انا بتاعت الافيهات، انا بتاع الترندات، ادور ايه الترند دلوقتي، او اللي يدور فكره انه يعمل حاجه شاذه فيغني وهو بيعلق. يا نهار ابيض يعني الكابتن مش عايز بلاش نجيب بص بحبه جدا وبحترمه جدا، ومن الناس فعلا اللي كانت مميزه جدا ان انت بتتفرج عليه هتستفيد وهتتعلم. المعلقين دي الرياضه من الناس القديمه. لكن ان انا امشي فكره يعني انا بقول ان جنابه الصواب وده غلط، لازم نقول ان ده غلط عشان ما حدش تاني يفكر ان ده حلو. لا والله ده مش حاجه حلوه. لا وبعدين فانت كان صعب بصراحه الاغنيه كانت صعب والله حتى لو حلو. انا ما بتفرجش على احمد سعد. انا بتفرج على ده معلق مباراه، قوته في الحكايه، قوته في السرد، انه عنده حكايه بيعرف يحكي لي الماتش كحكايه، يعيشني الماتش كاني بتفرج على فيلم. الشوالي هي دي قوته. بس الفكره هل ده يعني انا اقول ايه هو الشوالي بيقول القضيه ممكن، فانا اجيب حاجات على وزنها واقول هل ده انت كده بقيت خلاص معلق جامد؟ لا خالص، هي بتاعتك، هي حته بتاعتك. يعني كابتن مش شربيني ده يعني لما تيجي تفتكر الكلمات بتاعته 90 دقيقه اشغال شقه مين اللي جابه؟ وقماشه تانية رضا عبد العال، ده قماشه تانية. مين اللي جابه ده اللي هو يعني هو سابق برضه بحته ايه. ابراهيم سعيد بيجيب جون في ناميبيا في اخر دقيقه في الماتش وبنتعادل 1-1، ما يجيش في دماغك يقول لك عنقود مهارات حوالين رجليك يعني. الله دي حته بتاعته يا جماعه، دي حته مش يعني هو ما اخترعهاش والله، ديت له في لحظه يعني تجلي كده. هو راجل عشان عنده حاضر ذهنيا في الماتش، عنده حصيله كلمات زي ما انت الله ينور عليك، فاهم، سرعه بديهه. فانا طلع مني التعليق ده واعلق مع الناس. طيب انا برضو بما ان انت ذكرت كابتن ميمي فقلت لك انا مذاكره كويس يعني. فهو كان بيحكي بيقول ايه، بيقول انا بقعد احضر الافيهات واعدلها، هو حتى قال مصطلح بس للاسف انا نسيته، بس عارف انت بالمعنى اللي هو عارف انت بيظبطه، يشوف عدلته كده يعني، يكتبه مره واثنين وثلاثه ويقولوا ويشوف كده طالع حلو ولا مش طالع حلو. خد بالك من الاجتهاد ده. 1 2 الافيهات ولا الجمل اللي بيحضرها؟ الجمل ايوه اللي بيقولها. لا الافيهات طبعا هي بتبقى ارتجاليه، هو نفسه قال كده ان في حاجات هيك طالعه انا مش عامل حساب عليها ولا كنت بوقع. قماشه تانية دي هو بنفسه قال كده، قال له قماشه تانية على كابتن رضا عبد العال لما جاب جون في الاهلي. هو كان لسه قبل منها بيقول ايه رضا عبد العال، كابتن رضا عبد العال مره بيعلى قوي ومره مش موجود. في اللحظه دي رضا عبد العال جول فرح قماشه تانية ودلع رضا عبد العال قال لك بص، بس اللحظات اللي بيحضر فيها بيخلص، اللي هو برضو ايه ده ذكاء وسرعه بديهه، اللي هو ايه انا مثلا قلت حاجه غير اللي بيحصل واللاعب راح ايه. ما برضو في معلقين ذكيين يقول لك ودي بيرد عليا. ده محمود بكر ذكاء مع محمود بكر اللي هو ايه كأن هو خلق سجال من وحي الخيال بيني وبين الايه، كأن انا بقول والمخرج بيرد عليا، كأن انا بقول واللاعب بيرد عليا. السجال ده حلو.
كابتن عصام شوالي قلت لكم كذا هيحصل، قلت لكم بيبروز الموقف. فانت دلوقتي كابتن الشربيني بيقول لك ايه؟ يقول لك انا بقعد اذاكر اللعيبه وتاريخ اللعيبه، وكمان هو وقته طبعا كان مصادر الاعداد شحيحه جدا. هو كان بيعتمد على الجرايد الاوروبيه والجرايد المصريه، وبعض اللقطات اللي بيعرف يجيبها مثلا، او يقول لك كنت اتصل مثلا بحد صاحبي في البلد الفلانيه عشان اساله على الحاجه. شايف الاجتهاد هو واثق. الناس بتبص للنتيجه بس ما بتبصش انا عشان اوصل للنتيجه دي انا تعبت قد ايه. خد بالك دايما النتيجه بتبقى مكافاه من ربنا، مش هي دي اللي انت عامله بس. لا انت ممكن تبقى اكتر من اللي انت عملته مكافاه، زي التاسعه بتوقيت الاهلي خليل البلوشي. صح، هو بالنسبه له هو نفسه ما كانش محضرها، هي طلعت منه ايه كده، بس دي مكافاه لخليل البلوشي على تعبه واعداده ان هو راجل بيجتهد. فكابتن ميمي الشربيني نرجع للاساس، هو كان بيهتم جدا بالاعداد، وهو كان اول واحد يضيف فكره ان انت تاخد معلومات بقى عن الكره الاوروبيه والعالميه اثناء المباريات، لان كابتن لطيف كان هو مركز في الماتش، هو بيعيش في الماتش. كابتن ميمي الشربيني كان حلاوته انه عايش في الماتش، لاعب كوره ومدرب كوره، فكان بيدي لك بقى التفاصيل والتركات الزتونه بتاعت اللي دايره في الماتش وانت مش واخد بالك منها، وضاف عليها فكره ايه، ادي لك معلومات وادي لك حاجه، ضاف عليها اكتر طبعا حس الفكاهي العالي اللي عنده، سرعه البديهه العاليه اللي عنده. عارف في حلقه التعليق واحنا بنتكلم عن علي شحاته، كابتن علي شحاته بتاع نجم المقاولين اللي انا ما كنتش موجود فيها الحمد لله ما كنتش موجود فيها. وكل الكلام اللي كنا بنقول عن كابتن علي شحاته ده مين اللي قاله؟ كابتن ميمي الشربيني هو اللي حكاه في المباريات. فاهم؟ فلا هو فعلا محضر كويس وعارف. انا طبعا بحكم ان انا لعيب سابق فانا عارف تاريخ اللعيب، هو اللي اداك المعلومات دي وصل لك الفكره دي. هي دي كانت قوه كابتن ميمي، هو ده التطوير اللي هو عمله. فكره ان برضه انه كان فيه بيجيب قصص ملهمه، يجيب اخبار وحكايات من الجرائد سواء المصريه او الاوروبيه، زي ما قلت لك بيتصل بناس يسال، وده ممكن فهم هو برضه سال او قرا، فبيدي لك قصه كمشاهد. دي ممكن حتى للمعلق المعلقين دلوقتي انه مش ما تعتمدش بس على فكره ان انا جاي لي الموضوع متحضر جاهز وقدامي معلومات واحصائيات وبتاع وخلاص. لا يعني انت ممكن انت الحته بتاعتك بقى، الحته بتاعتك انا هضيف حاجات. التعب في الاعداد بيبان قوي على اللايف، بيبان قوي على الهوا. ليه؟ لان انت بيبقى عندك مخزون تقيل شايلك، بس برضه الذكاء ان انت ايه تعرف تستخدمه فين وازاي. برضه نقطه مهمه جدا، انت ايه رايك في نقطه الحياد دي بقى راحت خالص؟ يعني احنا كل الاسامي اللي احنا عاملين نجيب سيرتهم دول احنا اهلي وزمالك، فيهم اهلاويه كابتن ميمي الشربيني اهلي، كابتن حماده امام، كابتن محمد الخير حماده امام اسطوره زمالك، يعني مش لعيبه حتى يعني. تصدق كابتن محمود بكر علق في قناه الاهلي، فكان اساسا في ناس بتزعل منه في قناه الاهلي ان هو ساعات بتيجي علينا. صح، الناس دي كلها احنا بنحبها لان هم في اي ماتش بيعلقوا عليه نفس هو ما يتغيرش. انا مش هدي هنا الاهلي حقه بس وهيجي على الزمالك انا مش هخاف اقول على الاهلي كلمه حق فمش هقولها عشان ما حدش من الزمالك. مفيش ايوه الموازنات، مفيش حسابات. انا مش داخل اكسب جمهور على حساب جمهور، لا انا داخل انا ستايل كده وده اسلوبي، هوصل لك الماتش، انا داخل اعلق لك على الماتش، اعيشك الماتش. يعني انت مش دعوه، مش داخل تغازل الجمهور. لا انا مش عايز انجح على حساب الكلام ده. انا عايز انجح باسلوبي وبطريقتي وبصوتي وبالكاريزما بتاعتي، بالافيهات اللي ممكن تطلع معايا وتنفع يعني وتعيشني الناس معايا يعني، او تعيشني في ذهن الناس. لكن مش حته ان انا اهلاوي ولا زملكاوي، مش هتفرق في حاجه. بقول لك اساطير من يعني كابتن ميمي الشربيني كان من كباتن الاهلي. ايوه علق على ماتش منتخب مصر، شوف الكابتن اتكلم عن حازم امام ازاي، اتكلم عن ابراهيم سعيد ازاي، هي واحده. بقول لك حاجه واحده. كان في فيديو معمول اصلا كابتن حازم امام مع المحمودي في الجول. الفيديو كله عن ايه؟ اللي هو تعليق كابتن ميمي الشربيني وعلى حازم امام. فهو بيقول له انت كابتن ميمي الشربيني عمل معاك صوت؟ قال له كابتن ميمي الشربيني كان بيقول حاجات اللي هي كانت بتعلي قوي، زي التاريخ ينحني للموهوبين يا حازم، وزي عنقود مهارات بالرجليك. وكان بيقعد يقول في كابتن حازم امام شاعر. انت تفتكر جون ابو تريكه في الصفاقسي 2006 تسمعه بتعليق رؤوف خليف؟ انا بحب اسمعه بتعليق كابتن حماده امام. طبعا ولا تحس ان الراجل ده زملكاوي خالص جدا. لا هو عايش مصري. هو هنا الفكره في ايه؟ انا كمعلق المفروض ابقى يعني انا دلوقتي بعلق للاهلي مثلا
المصري قصاد فريق مثلا افريقي او عربي شقيق، ده ما يمنعش على فكره ان انا ادي الفريق المنافس حقه على فكره، ده يعني ده ما يمنعش ده، بس في المقابل ادي الاهلي قيمته. الاهلي دلوقتي ما بقاش ياخد قيمته غير من المعلقين العرب. بالظبط. شوف انت مش واخد بالك من ده اللي عمرو بيحصل؟ عبد الله المري، الراجل ده يعني الناس بتحتفي بيه اثناء الماتش اللي هو بيعلق، تلاقي الراجل أيوة. بيجي له تعليقات ايجابيه. ليه؟ مع ان مع احترامي هو راجل شاطر ومحضر وكل حاجه، بس ممكن مش بقوه مثلا كابتن محمد شلبي، مش بقوه معلقين مصريين كبار كتير يعني قصدي كتالنت صوت، كصوت. انا بالنسبه لي صوته مش صوت مميز يشدني، بالعكس بالنسبه لي صوت ما برتاحلوش كتير. احبه كشخص محترم ومثقف جدا وبحب مصر، بس عنده ميزه الحقيقه دي لو علق عن الزمالك ايام منصف لما بيعلق للاهلي بيدي الاهلي قدره وقيمته، كذلك للزمالك. احنا هنا بقى عندنا بنحسس على الكلام، وانا بتكلم على الاهلي خايف الزمالك يزعل، وانا بتكلم على الزمالك خايف الاهلي يزعل. ده مش صح. المعلق بتاع دلوقتي كمان انت اساسا مش لعيب كره سابق، فالناس عارفه انتمائك من الاول، الناس ما تعرفش، انت بقى بتوصله. لا انت جاي الحق الماتش توصل يا سيدي. ايه اللي يمنع ان انت عندك انتماء؟ ده احنا قلنا اسطوره من اساطير الزمالك بيعلق للاهلي بيدي الاهلي حقه. انا اسطوره من اساطير الزمالك ورامي انتمائي بقى بره الماتش ده ومش محسسك أيوة. بالموضوع، بما انك كجمهور عارف. أيوة. انت بقى معلق جاي مش اساسا لعيب كوره سابق، فانا مش عارف انت اهلاوي ولا زملكاوي، جيت في الماتش قلت لي انك اهلاوي او زملكاوي. ايوه ما فيش ستيريوتايب عنك اساسا عندي، يعني انت سهل انك تعيشني الوهم وتقنعني ان انا انت اهلاوي جدا كاهلاوي وزملكاوي كزملكاوي جدا، وانا مش عايز اعرف والله، انا مش عايز اعرف. انا لما الاقيك بتديني حقي ولاقيك بتدي البنا حقه، ده يزعلني في حاجه؟ لا هو ادي المنافس حقه يا عم، لو الاهلي بيلعب فرقه اجنبيه اديله حقه برضه، ايه المانع؟ ما هو عصام الشوالي ده من مصر. انت عارف حته انا اسالك بس، عصام الشوالي ده مصري؟ لا رؤوف خليف مصري؟ مش دي عامر المري هل مصري؟ خليل البلوشي مصري؟ انا بكلمك حتى لو المنافس اللي قدامك، انا دلوقتي عايز الاهلي يكسب، هم دول مش وده ماتش مصريين في وبيدونا أفريقيا. حقنا، وده ماتش في افريقيا وعايز الاهلي يكسب. لا لو الفريق المنافس عمل الكره حلوه انت لازم تديني الاحساس ده وتوصله لي، المانع؟ انت اصلا حته اللي عملوها فتره دي ولسه بتتعمل ساعات، ان انا اجيب معلق اهلاوي هنا ومعلق زملكاوي هنا في نفس القناه الصوتيه الثانيه، او معلق مصري هنا ومعلق تونسي هنا، انت مقتنع بالفكره دي؟ بص انا بالنسبه لي مش انا مصري، ولو مثلا في مينو سبورت المعلق المصري بيعلق وعصام الشوالي هروح على عصام الشوالي. والله ده اللي بيحصل، والله ده اللي بيحصل، لان انا بالنسبه لي انا عايز استمتع. انا معلش، هو المعلق ده اللي هيكسب الاهلي ولا هيخسره؟ والله ماتش الاهلي والترجي انا اتفرجت بصوت حسن عصام الشوالي. يا جماعه الموضوع واضح، لان هي الفكره هي فكره موهبه، احنا للاسف برضو عشان الموهبه قلت فبقينا نلجا ان احنا نسندها بان انا اغازي الجمهور الاهلي على حساب الزمالك، وان انا اغازي الجمهور الزمالك على حساب الاهلي. صح ولا لا؟ عارف بنروح نتفرج عليهم ليه؟ لانه انت دلوقتي مثلا بيتفرج على الاهلي والترجي وهو بيشجع الترجي وبيدي حق الترجي، اول ما يلاقي الاهلي هو اللي راكب الماتش وشغال بيقوم مديله حقه على طول. ايوه خلص الموضوع خلاص، فانت قاعد هتتبسط. صح، فاهم؟ هو خد بالك، هو فعلا بينفعل بقوه مع الترجي مثلا او فريق بلاده، لكن برضه بيجي عند الاهلي بيديله نفس الانفعال، بيديله حقه. وحتى يا اخي لما بيكون حزين بيعمله بطريقه حلوه، عارف فكره عمرو اديب كده لما الزمالك بيتغلب ويطلع يعمل، احنا كلنا بنبقى مستنيين عمرو اديب بعد الزمالك ما يخسر بطوله عشان نتفرج على على تعليق على الزمالك. صح، اللي هو مع انه هو بالنسبه لي مثلا كمنافس صح، بس هو عشان اسلوبه حلو. فانت فكره المفروض كده ان اديني حقه واديله حقه، انت مش هتخسر حاجه. تمام؟ فده مؤشر خطر بيقول لك خد بالك الموهبه عندنا بتقل، ولو موجوده الموهبه فانت ردمها بعدم حياديتك، وان انت بتدور على حاجات هي مش من ادواتك كمعلق، بدل ما تركز في ان انت تطور ادواتك كمعلق. الشوالي اللي سمعته في اول دور دلوقتي، يعني انا كنت بسمع الشوالي في الاول ملوش علاقه بالشوالي دلوقتي. في ماتشات بتنجم معلق، بتنجم معلق. في معلقين بيقول لك انا خليل بلوشي بيقول لك انا ساعه بتوقيت الاهلي دي غيرت حياتي تمام. ده حقيقي. فممكن والكابتن مدحت شلبي ممكن ماتش واحد ينقلك، وبالذات لو انت بتعلق بقى على فرقه لها جمهور كبير طبعا، واديت الفريق حقه واديت الماتش كله حقه، مش اديت الفريق حقه يعني بلغ. محمد فارس ينقلك تماما. محمد فارس قال كلمه حلوه قوي، قال لك المعلق اللي يعلق على الماتش للاهلي وما يستفدش من فكره ان في ملايين 60-70 مليون بيتفرجوا ويطلع منها بالبلد يعني بمصلحه، هو في مشكله فيه.
ما انت عندك خليل البلوشي طلع باعلان عندك احمد الكاشف طلع باعلان، عندك عصام الشوالي. اللي هو فكره ايه؟ فكره انه استفاد مش عشان هو غازل حد على حساب حد، لا هو اداني حقي في وقت ما حدش بيديني حقي ليه. الناس حبته وبقى عنده شعبيه، فبقى مطلوب انه يعمل اعلان الدنيا بالظبط. فالمعلق اللي يعلق على الاهلي او الزمالك وما يعلمش والماتش يعدي كده لعب فيه، هو مشكلته. لازم يراجع نفسه ويشتغل على نفسه. هي دي الفكره، احنا عايزين نقد بناء. احنا والله يا جماعه مش والله مش هدفنا ان احنا بنكون مثلا وقلات ادب مع حد، او ان احنا بنضايق حد او بنتنمر مع، لا والله ولا هدف. بنقلل ولا عايزين الناس لا دي لا. تبطل تعليق حتى. بالعكس، احنا بنقول لك ايه، خد بالك، اشتغل على نفسك احسن ما تشتغل على الحاجات التانية دي مش صح. البوصله مش مظبوطه، اعدلها معانا. بس ده اللي احنا طالبين، لان احنا عندنا خامات كويسه. زي مين؟ انت شايف مين من المعلقين؟ انا عندي معلق بعد الاهلي انا شايف في محمود ابو ركب. محمود ابو الركب هو عنده خامة كويسة. مشكله ان هو مش عايش معانا الدوري المصري. هو قاعد بره، هو مش قادر يطلع من ظل الكالتشيو. لا هو غرقان في الكالتشيو. مصطلحاته كلها معلقه بره، قصصه كلها في ايطاليا. هو محتاج بس عيش معانا زائد عنده خامه الصوت، عنده امكانيه انه يعني السرد والافيهات وحاجات، بس مش معانا يعني. عايز ايوه، هو محتاج بس ايه، يتمصر شويه معانا. وفي نفس الوقت محتاج برضو، انت احيانا بيقول معلومات كتيره قوي ومش مكانها، مش وقتها ده بس. لكن هو كخامه، الله اكبر عليه. كرؤيه، عنده رؤيه وعنده فكره انه يضيف اللمسه الفنيه ويخليني اركز مع فنيات او اجيب فنيات. بس حتى لما بيجيبها برضه بيجيبها من ايطاليا فيعني خليك ابو الركب معانا يا. طب احنا عشان يبقى النقد بتاعنا بناء برضه ما يبقاش عمالين نخبط في الناس. عايز. دلوقتي في اختبارات معلقين بتتعمل عشان نطلع بقى معلقين جداد. على فكره ده بيؤيد اللي احنا بنقوله، عشان ما حتى ان حتى المسؤولين شايفين ان في مشكله. مواهب قليله، المعلقين اللي عندنا معظمهم سنهم صغير مش كبير، واللي موجود بيروح قنوات تانية مش قاعد معانا. اللي بيعمل يعني الشباب بس كمعلقين، معلش واحترامي ليك، انت من بعد عصام عبده ومدحت شلبي واحمد شوبير احمد الطيب، مين معلق مصري طلع من قناه مصريه ودلوقتي ومكسر الدنيا بره؟ مفيش. هو كابتن مدحت شلبي بس، كابتن عصام عبده بس. احنا دلوقتي لو عايزين نطلع معلق، والمعلق ده يبقى له شخصيته وما يبقاش برضه بيقلد حد والكلام ده، يا جماعه احنا عمالين نقول مين الكابتن ميمي الشربيني، الكابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه حقيقي يرزق. يا جماعه ما تجيبوه هو يعمل الاختبارات، ما نجيبوه هو على راس لجنه التحكيم. طب اقول لك على حاجه، هو انا اتمنى ان ده يحصل فعلا، لان انت هو ده الصح، ان انا اجيب لازم يكون حد عنده الخبره دي والعلم ده انه يعمل كده. ده واحد. اتنين، طب لو هو مثلا مش قادر، او لانه برضه ممكن وارد صح يعني يبقى مش قادر، لان الكابتن شوبير في فتره من الفترات هاتوا المعلقين كان حابب يعني كان في عيد ميلاده يعني بيقولوا كل سنه وانت طيب، وكان حابب يروح يصور، يعني يبعت حد يصور معاه، بس ما قدرش يصور معاه بسبب حالته الصحيه. فوارد يكون حالته الصحيه بس كابتن مين مش ممكن يجيبوه فيديو كول، وممكن يجيبوه باي طريقه، والله الموضوع مش هيتصرفوا لو عايزين بس ماشي. بس طب انت جبت معلق عربي عشان يعلق على ماتش للاهلي في قناه مصريه، ما نجيبه هو طيب في لجنه التحكيم، والله جيبوا فيه اسامي بقى كتيره نقدر نجيبها نستفيد بيهم. معلش، هم هينصحوا المعلقين بان انت ما تقلدش. كابتن حفيظ الدراجي كان مع المعلق لسه طالع جديد اللي بيقلده، قال له حفيظ الدراجي واحد، انت بقى انت ليك شخصيتك. ايوه، هيدولهم هم النصائح اللي تبعدهم عن المشاكل دي. بص، هيلخصوا الموضوع. انا برضه لا زال عندي شوق المهنه، والله موجودين مش موجودين. هي الفكره في ايه؟ ان كابتن ميشو كان بيحكي برضه، بيقول لك في اختبارات اللي هم كان بتتعمل لهم عشان يدخلوا لا احمد الطيب كان بيحكي، بيقول عشان كان شغال هو مثلا في القناه الرابعه مثلا، وعايز بقى يعلق في النايل سبورت وكده، فدي كانت اعلى قناه وقتها نايل سبورت. فكان بيقول عشان ندخل لازم نروح نختبر. فكان بيختبروا مين بقى؟ حبيبك كابتن ميمي الشربيني لوحده؟ لا مش لوحده، جنب منه صحفي، جنبه منه مخرج. خد بالك اللي هو ايه؟ ما انت مش ادواتك بس صوت، انت الصحفي عشان برضه ايه فكره ايه المعلومات وفكره السرديه، صناعيه الكتابه، الصحفي صح. كان بيجيبوا، كان اللي اتذكر ساعتها كابتن محمود معروف لو انا افتكر كويس، كابتن احمد الطيب، والمخرج كان مخرج كبير قوي. طيب احمد الطيب بدايته كانت كويسه جدا، بس هو دخل عمل كل العيوب اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي دلوقتي، اساسها الحياد يعني، اللي هو شت تماما عنه للاسف. بس هو كموهبه طلع كويسه جدا، شطح بعيد خالص. مش هاخده نموذج بصراحه. لا انا انا عايز نموذج عشان الناس لما تسمع تقول احنا عايزين فلان الفلاني ده ناخد منه حقك. انا ما بتكلمش على الكابتن كنموذج، انا بتكلم على اللي حصل معاه.
ما هو ده اللي طلعه، كان اللي يقول لك ان عنده حاجه بس هو ضيعها او بوظها بحاجات تانية. فاحنا بنقول له تعالى نظبط البوصله تاني ايوه بان احنا نعمل ايه. احنا واحنا بنتكلم قلنا لحضرتك ايه هي سمات المعلق، واحنا بنتكلم ده كنا بندي لحضرتك امثله في ايدل ترجع لهم. انت مش فاضي والله يا جماعه، الكتالوج اصلا عندنا، احنا مش محتاجين فعلا، مش محتاجين ان عندك نستلف يعني. ترجع لهم. وهقول لك حاجه برضو، عشان برضو ممكن الناس يقول لك ايه يا عم ده قديم قوي في ادائه. ايوه هو مقارنه بجيلنا قديم، بس الاساس ما بيتغيرش. ممكن المصطلحات اللي استخدمها قديمه، الله ينور عليك، هو المصطلحات اللي استخدمها تناسب ما احنا مش عايزك تبقى شبهه، ما احنا مش بنقول لك تبقى الله ينور كاركتر عليك. ايه، تبقى كاركتر من قديم، بس لا خد اطلع انت الأساس. الكاركتر بتاعك. خد الاساس واعمل انت شخصيتك، وطلع انت شخصيتك وفق هذا الاساس. اديني حقي كاهلي، اديني حقي كزمالك كاسماعيلي كاي فريق بيلعب. متعني بالتفاصيل بتاعت الكوره، التحركات، البساط، الصده. يعني في معلقين بيمتعوك بالصده يعني خد بالك احنا عندنا اصلا لو تاخد بالك مؤخرا كل اللعيبه عايز اجيب جول ليه؟ عشان ايه؟ عشان هو مش هيتصيد غير لو جاب جول. مين بيصيد؟ اللعيب اللي صنع الجول. عشان الكرة جوين زي ما كابتن لطيف قال، ما هي معروفه. بس هو نفسه الكرة جوين، انت بتتعب نفسك في الملعب بس هي الكرة جوين. بس يا حبيبي معلش، ما انا عشان اجيب الجون ده جبت لوحدي؟ يعني خدت الكرة من الجول للجون، ولا في زمايلي يساعدوني، وفي لعيب ذكي بيعمل لي باص شاف اللي محدش شافه غيره، عامل لي باص هو الجون. الباص هو الجون اساسا. احنا حتى دلوقتي في العلم الحديث للتحليل البيانات بقى فيه الكي باص، باص مفتاح، هو ده مفتاح الهدف. احنا لازم نحترم ده، لازم نشجع ده. فكره ان اللي بيصنع ياخد حقه، اللي بيجيب ياخد حقه، اللي بيدافع كويس ياخد حقه، اللي بيطلع كرة كجون يعني ما ينفعش. هي زي ما قلت لك المعلق هو اللي هيوصل لك كل حاجه، هو اللي يدي كل حاجه حقها. يا اما هيختزل الموضوع ده كله ويركز في حاجه، او يركز في افهاته ويسيب الموضوع كله هو الموضوع دلوقتي للاسف بقى عباره عن افيهات ولازمات وخلاص. وحته اللي انا امسك فريق وادي له حقه واسيب فريق. ايوه انا بلعب على الجمهور، بغذي الجمهور وخلاص. فهو ده اللي احنا بنقول، ان الحمد لله برضو ان القناه الرسميه بتاعتنا تنبهت لده. ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. وان انت لو بدات تقول ايه انا عايز معلقين جداد، وعملت حاجه تانية اعترافا منك باللي احنا بنقوله ده، ان انت جبت معلق من المعلقين اللي بيدوا الاهلي ايه حقهم صح، هو جاي يخليه لي بلوجي تمام عشان بيديني حقي صح. ولما هتجيب غيره هتجيبه عشان خاطر بيعمل ايه؟ بيدي الفريق ده. طب ما ده اعتراف منك ان ما عندكش معلق. ايوه ما انا بقول لك هو ده بيؤكد ان احنا عندنا فعلا مشكله، ويقول ان ايه لا يا جماعه دي قضيه احنا محتاجين نركز فيها، نطلع فعلا في اختياراتنا. ما خد بالك انت ممكن تقول ايه انا بعمل اختيار للمعلقين وتختارهم برضو بناء على الهوى. ما هو لو اخترت مش وفق معايير يبقى ما لهاش لازمه واقفلها، لكن لو هتختار وفق معايير يبقى الله ينور عليك، يبقى انت كده ماشي معانا ايه، انت شايف معانا اللي احنا شايفين. احنا بننور لك بس كشاف عن احنا هنقعد نعلق على الموضوع مش هنخلص الماتش. هنعمل ايه؟ نقول الاستاذ محمد علي قلنا لا الاستاذ محمد علي قايل لنا نقول انا وبيرموا افشاء هيجيبنا تاني محمد علي للحلقات. قول للناس ايه؟ قول للناس يا استاذ. لا قول انت. طيب ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب، وبرده شاركونا. عايزين نسمع تعليقاتكم برضو على التعليق اللي احنا قلنا. ايوه تعليق في حلقه التعليق. ايوه شاركونا رايكم، مين المعلقين اللي انتوا بتحبوهم، مين المواهب الصاعده برضو في التعليق احنا ممكن نكون ما خدناش بالنا منهم او ما اديناهمش حقهم. قولوا برضو في الكومنتات. قولوا لنا برضو لو في قضايا تانية في الكوره او يعني ملفات حابين ان احنا نفتحه، قولوا لنا واحنا معاكم في الكومنتات هنستناكم. ما تنسوش تابعونا على قناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك قناه روتيشن. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.